دفع تجاه الحكم المباراة، ما السبب؟ أول شيء نحمد الله على كل حال، هذه كرة القدم. لكن الشيء الغريب من حكم زي مباراة اليوم يقول لي كذا بمنتهى صراحة، يعني اسمحوا لي الجمهور، منتهى الوقاحة. يعني لما نجي يقول لي إنه اليوم ما حصفر لما تنتهوا مهزومين اليوم، ما أتوقعها من حكم ولا هذا يرضي ضمير أي إنسان. لكن هذه العادة، يعني الهلال هذه دائما عادته يعني صراحة. يعني هذا اتهام خطير. الهلال نادي كبير، الهلال نادي احنا نحترمه نعزه لجماهيره ولكل شيء، لكن الحكم قال لي هذا الكلام بالنص، هذا قال لي إنه اليوم ما حتخرجوا متعادلين من المباراة، وهذا مو شيء مغرب. يعني شفنا العام الاتحاد انظلم العام وقبلها، وهذا للاسف يعني هذا الكلام اللي ذكرته حسين، هذا كلام اتهام خطير. والله هذا اللي حاصل، انا اقول شيء هذا حاصل من واقع، وانت زي ما شفت حتى سنتر ما خلانا نسنتر، ما عمرها صارت انه فريق هدف يجي والحكم يصفر حتى قبل ما تسنتر الكوره. لكن هو هذا كلامه لي، وهذا الشيء اللي خلانا احنا ننفعل. وانت شفت هذا الشيء وشفت كيف حكم، كانت قراراته كلها كسيه علينا. لكن الشيء اللي احنا نقول انه ربنا كبير وربنا فوق وربنا عارف بالنيات، واحنا ان شاء الله باذن الله بنسعى ونقدم اللي علينا والباقي على الله. واذا احنا انظلمنا ربنا يجيب لنا حقنا، احنا ما نستنى من احد شيء، نستنى من الله سبحانه وتعالى هو يجيب لنا حقنا. راضي عن مستوى الاهلي اليوم؟ والله راضي كل الرضا عن مستوى الاهلي اليوم. الاهلي قدم مباراه اللي قدم، لكن للاسف يعني لما نيجي حكم بالنص يقول لك هذا الكلام، ما اتوقع انه بعد كذا الكره السعوديه انت ذكرت يعني وجهه نظرك والحديث اللي حصل، واعتقد انه هذا اتهام خطير وعلني. مو اتهام، هذا شيء حقيقي واقعي صار في المباراه. انا لو اتهام اقول لك اتهام، لكن هذا شيء حقيقي واقعي صار في المباراه. نحاول نلتقي، انا ساحاول اني التقي مع ممدوح المرداس وسأنقل له الكلام اللي ذكرته بالحرف. اتمنى انه هذا الشيء انه تساله هذا السؤال نفسه، لكن ربنا فوق. يعني هذه العادات وهذا شيء معروف. يعني لا يزال في امامكم مباريات حسين، هذه الاعصابات، انت قائد الفريق، وانت طبعا يعني الجميع ينظر الى حسين عبد الغني كانه قائد فريق الاهلي. اذا استمرينا على هذا الحال عمر الكره السعوديه ما حتتطور. اذا استمرينا انه فريق يتعب وفريق يعني بيجي ياخذها كذا جاهزه، ما اعتقد ان الكره السعوديه نهائيا حتتطور. يعني بالعكس هذا بيضر في الكره السعوديه، لانه برا نهائيا ما في اي لاعب سعودي بيتجامل. لازم هنا يكون العدل، يعني لازم يكون العدل لكل الفرق، سواء للاهلي سواء للهلال الاتحاد اي فريق. يعني نتمنى العدل لكل الانديه، نتمنى انه الكره السعوديه حكام الكره السعوديه للاسف يعني تشوفهم برا بيقدموا مستويات كبيره، في الدوري السعودي اخفاقات يعني وشيء علني يعني. ولما الحكم يقول كلمه زي هذه اتوقع انه خالي من الضمير.